ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من هنا للسنة الجاية. انا النهاردة بقى البطيخ طلع وقلت بقى ايه نعمل ايه. زهقنا بقى من الاكل البطيخ المعتاد اللي احنا بناكله كده تشخ تشخ تشخ، عارفاها بقى دي والشوكة والحاجات دي. فانا قلت اعمله لكم بقى طريقة حلوة جدا تفرح زوجك واولادك وكل اخواتك وحبايبك. فانا جبت بقى ايه، قطعت البطيخة كده، وجبت معايا عسل ابيض، وجبت معايا كمان مكعبات تلج، وجبت الكبه بتاعتي. هعمل ماشي كاسه ونص كاسه ونص عشان الكبه بتاعتي صغيره، الكبيره انا شايلها بعيد يعني. فالمهم ايه، هو ما بيتعملش في الخلاط، ولو اتعمل في الخلاط عادي جدا مفيش اي مشكله. فانت هتعملي ايه؟ اول حاجه هتحطي مكعبات التلج معاكي. بسم الله. شايفين يا بنات؟ تمام، حطينا دول وهننزل عليهم بده البطيخ ده اهو. تتاكدي ان ما فيهوش لب، احنا ممكن نعصره عادي بعد نصفيه، بس انا اساسا قعدت نضفت. بعد ما نزلنا البطيخ بنزل عليه بمعلقه عسل حلوه كده زيك. تمام، عشان احنا حاطين ايه، عشان احنا حاطين، شايفه، عشان احنا حاطين تلج، فالتلج طبعا هيخلي البطيخ مش مسكر. فاحنا حطينا معلقه كده حلوه. تمام، بعد كده بتضربيه. حبيبه قلبي ضربته وحطيت له العسل وجرشته بالتلج. وبعدين انا طبعا كنت مطلعه البذر من قبلها. بصي الجمال، قمر ازاي تدوقيه في الصيف بقى وفي الحر وتفرحي ولادك وجوزك. ويا ريت اللي بتشوفيني تتابعيني وتعملي لي قلب بالله عليكي، ده بيفرق معايا كتير، وبحبك جدا في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.